السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده يا شباب هنكمل سلسله ماينكرافت، لكن قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. في الحلقه اللي فاتت يا شباب كنا عملنا مزرعه يعني جنب البيت بتاعنا، وعملنا كمان دروع ايرون زي ما انتم شايفين كده لابسها. فالدروع الايرون يا شباب ممكن تحمينا من الناس اللي هي ممكن تضرب علينا، مثلا زي السكيلتون او الزومبي او الناس التانية. لكن مهمتنا يا شباب في الحلقه دي ان احنا نلاقي الدايموند، يعني لان اعتقد الدايموند اهم حاجه في اللعبه. يعني الدايموند ممكن نصنع منه يعني سيوف اقوى بكتير من اللي معانا، برضو وبيكاكس واكس وحاجات كتير جدا. وممكن برضو نصنع منه دروع، يعني في دروع كمان من الدايموند يا شباب. فيعني الدايموند ممكن نستفيد منه استفاده كبيره جدا، لكن زي ما انتم عارفين الدايموند صعب جدا ان احنا نلاقيه. فدلوقتي خلينا نروح ونعمل كذا واحده من التورش، يعني اللي هي الشعله اللي هنا دي ممكن نعمل منها كذا واحده عشان لما ننزل الكهف يعني ما يكونش ضلمه كده، وننور الكهف براحتنا، وبعد كده ننزل تحت نستكشف يعني ونبحث عن الدايموند، وان شاء الله نلاقي دايموند في الحلقه دي. فتابع الفيديو للاخر وما تنساش اللايك. دلوقتي يا شباب جيت اعمل تورش يعني اللي هي الشعله دي، لكن ما لقيتش معايا فحم، فاحنا محتاجين فحم ضروري يعني عشان نعمل التورش. فدلوقتي خلينا نروح اي كهف كده مبدئيا اجيب فحم يعني، وبعد كده ارجع تاني واعمل التورش، وبعد كده ننزل كهف بقى عميق جدا يعني ممكن ندور فيه على الالماس اللي هو الدايموند يعني. تمام، هو ده الكهف يا شباب النحس اللي انا قعدت اموت فيه من السكيلتون، لكن اتوقع ان انا اللي شفت فيه فحم قبل كده. فخلينا دلوقتي ادور على فحم يعني ونشوف هنعمل ايه. المشكله ان انا مش معايا غير 3 بس من التورش، يعني مش هعرف انور كتير، لكن تقريبا يا شباب انا شايف فحم جوه. فخلينا نشوف كده، يعني زي ما انتم شايفين هنا تقريبا في فحم. يب يا جماعه فعلا زي ما انتم شايفين في فحم قدامنا، لكن ان شاء الله هعرف اوصل له يعني. تمام، دلوقتي خلينا ناخد البيكاكس اللي هو الايرون ونكسر الفحم ده ونشوف هنعمل بيه ايه. طبعا الفحم واقع تحت، فخليني دلوقتي اخده كده، ومش عارف بصراحه لو في فحم تاني ولا لا، لكن ما علينا. دلوقتي خلينا نمشي كده، خلينا اكسر يا شباب التورش اللي انا حطيته هنا عشان مش معانا تورش زي ما قلت لكم. فخلينا اكسره كده واخده، وخلينا نطلع من هنا ونروح اي كهف تاني. يعني اعتقد ان هنا مفيش اي حاجه تانية، لان بصراحه بقالي كتير بدور وما لقيتش. والله يا شباب زي ما انتم شايفين في كهف عميق جدا، عميق يعني جدا جدا، بس المشكله ان الفحم يا شباب بعيد لتحت ومش عارف انزل ازاي. فمش عارف بصراحه انزل منين. فشكل يا شباب ممكن احط ديرت كده زي ما انتم شايفين يعني، وممكن انزل عليه. يعني ممكن احط ديرت كده وين انزل على الديرت ده، ونشوف بقى نقدر نستكشف الكهف ازاي. يعني زي ما انتم شايفين كده ممكن امشي على الديرت. تمام، دلوقتي يا شباب نزلت، وزي ما انتم شايفين عملت ديرت كتير على ما نزلت يعني، بس المشكله ان انا وقعت كده ونقصت 3 قلوب، لكن مش مشكله. دلوقتي خلينا نشوف لو في فحم هنا كده. دلوقتي يا شباب عمال انزل، وزي ما انتم شايفين الكهف مليان فحم والله، بس المشكله بعيد عني يعني مش عارف ازاي اخده. يابا يا جماعه لقيت فحم اخيرا اهو موجود هنا. تمام، دلوقتي كسرت الفحم واخدته، ولقيت واحده تانية هنا خلينا نكسرها برضو. 2 hours later. لقيت خروف يا شباب وقتلته يعني، واكلته والاكل بتاعي زاد شويه يعني، لكن محتاج ان انا اكل تاني. فخليني دلوقتي اصطاد الخروف ده كده. يب يا جماعه واداني كده لحمه يعني زي ما انتم شايفين، فخليني دلوقتي اخدها واكلها يعني، وبعدين يا شباب ننزل تاني. تمام، دلوقتي يا شباب اكلت زي ما انتم شايفين كده، وخلينا ننزل دلوقتي الكهف تاني ونشوف لو في يعني دايموند وكده. دلوقتي يا شباب لقيت يعني فحم تاني كده بعد ما بنيت طريق يعني امشي عليه. المشكله يا شباب ان انا بخاف اقع من هنا يعني، لان الوقعه من هنا بموت على طول ما فيهاش كلام يعني. فخليني دلوقتي اكسر الفحم ده واخده يعني. والله يا شباب كسرت الفحمه وطلع لي ميه من الناحيه التانية، مش عارف ازاي بصراحه. فخلينا دلوقتي نسد المكان ده تاني كده، لان بصراحه مش عارف ازاي طلعت لي ميه، يعني مش عارف الميه جت منين اساسا. فحم تاني يا شباب خلينا اكسره كده زي ما انتم شايفين، وينزل لي ميه برده مش عارف ازاي. والله يا شباب شكله في عالم تاني جوه، ومش عارف بصراحه يعني يكون في ايه كده، لان الميه بتنزل لي من كل مكان، كل ما اكسر حاجه بينزل لي ميه. فمش عارف العالم ده ممكن يكون فيه ايه. يا شباب ثانيه واحده، انا سامع صوت زومبي او حاجه تقريبا، يعني تقريبا كده. الشباب هو تحت موجود تحت، فاعتقد ان السيف اللي معايا ده هيساعدني. يعني زي ما انتم شايفين هو موجود تحت وعمال يعمل لي صوت قلب بيخوفني يعني، بس انا دلوقتي هقتله زي ما انتم شايفين هتشوفوا كده. انتوا عارفين مهاراتي طبعا في ماينكرافت يعني ما بهزرش. تمام، دلوقتي يا شباب لقيت الزومبي اهو زي ما انتم شايفين، ودلوقتي خلينا نقتله كده. يعني بحاول اضربه زي ما انتم شايفين يعني، قتلته الحمد لله. وتحت المكان منور شويه، مش عارف بصراحه انا كنت هنا امبارح ولا لا، يعني مش عارف الكهف ده اصلا كبير جدا، مش عارف بصراحه انا جاي منين ورايح فين يعني. لكن احلى حاجه في الموضوع ان انا معايا السيف اللي هو الايرون ده، اقوى بكتير بصراحه من السيف الستون اللي كان معايا، فبقدر اقتل بيه الناس بسهوله. يعني مثلا الزومبي زي ما انتم شايفين قتلته بسهوله. واو يا شباب زي ما انتم شايفين في يعني مكان كبير جدا هنا، وممكن يعني نلاقي فيه موارد كتير جدا، لكن المشكله ان انا مش معايا من التورش ده اي حاجه، مش معايا غير واحده بس زي ما انتم شايفين حطيتها هنا، ومش معايا تاني يعني. في ميه نازله في نص المكان يعني، وفي حاجات كتير جدا زي ما انتم شايفين. في كريبر يا شباب جاي عليا، فخليني دلوقتي امسك السيف كده. والله يا شباب انفجر يعني، بس الحمد لله انفجر بعيد عني شويه، يعني ما قتلنيش الحمد لله. المشكله دلوقتي انا مش عارف انتوا شايفين حاجه ولا لا، لان انا بصراحه مش شايف حاجه. فخليني دلوقتي انور كده بالتورش اللي معايا ده، ونكسر شويه الفحم دول، وبعدين نطلع تاني، وبعد كده لما نجمع يعني من التورش نبقى نيجي تاني. زي ما انتم شايفين يا شباب طلع لي زومبي تاني. دلوقتي خليني اقتله بالسيف اللي معايا، يعني انا ما عنديش هزار يعني، طالما معايا السيف ده فخلاص يعني في الامان. لكن المشكله الكبيره يا شباب لو طلع عليها سكيلتون، يعني السكيلتون بصراحه بيكون اصعب يعني من الزومبي، لانه بيضرب بسهم. وزي ما انتم شايفين في كريبر هناك يعني كذا واحد، لكن الحمد لله ان هم مش شايفيني يعني. فدلوقتي خلينا ناخد الفحم ده وبعدين امشي.
يا شباب انا تقريبا شايف سكيلتون من بعيد وبدا يبص لي، فخليني دلوقتي اجري لان انا بصراحه كابوسي السكيلتون يعني بكره اتعامل معاه بصراحه. يعني الكريبر والزومبي والحاجات التانية يعني اسهل بكتير، انما السكيلتون يا شباب يعني بصراحه مقرف. والله يا شباب لقيت هنا يعني لافا زي ما انتم شايفين كده، فهطلع من الكهف يا شباب وبعد كده ارجع لكم تاني، لان بصراحه يعني الموضوع شكله مطول لان الكهف عميق جدا لجوه. فهطلع من الكهف يا شباب دوت وبعدين ارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه يا شباب. والله بقالي ساعه بحاول اطلع من الكهف يعني ومعرفتش اطلع غير من المكان ده. يعني الكهف كان فيه ميه كده، قعدت اطلع في الميه لفوق ولقيت نفسي في نص البحر مش عارف ازاي. والله يا شباب الكهف كبير جدا، يعني الظاهر ان هو ممتد حوالين البحر ده، ومش عارف ازاي بصراحه اعرف اوله من اخره. يعني مش عارف بصراحه كده ارجع اصلا البيت ازاي. المشكله ان احنا دلوقتي بالليل يا شباب وفي وحوش والحاجه نيله يعني، وفي كريبر زي ما انتم شايفين كده، وفي زومبي، يعني في حاجات كتير جدا. والله يا شباب حالتي حاله، وفي سكيلتون وحاجه يعني عماله تضرب عليا وكده، ودلوقتي مش معايا غير قلبين بس وعايز ارجع البيت بسرعه. زي ما انتم شايفين البيت موجود هناك، فخليني دلوقتي اجري باقصى سرعه يعني واجري على البيت. دلوقتي يا شباب وصلت البيت اخيرا الحمد لله، ومفيش اي وحوش جايه ورايا فكويس يعني. خليني دلوقتي ادخل جوه وانام، وبعد كده لما اصحى يعني نبقى نشوف هنعمل ايه. بيقول ان انت ما تقدرش تنام غير بالليل بس. طب ما انا يا شباب خلاص يعني بالليل يعتبر، مش عارف بصراحه ده الليل ولا الصبح. هو تقريبا شكل الصبح لسه طالع، يعني المفروض ان هو الليل خلص ولسه دلوقتي الصبح، فاعتقد ان انا مش هلاقي ان شاء الله وحوش يعني. فاستنى كده شويه لغايه لما الشمس تطلع بس، وبعدين اشوف انا هعمل ايه. وزي ما انتم شايفين المزرعه بتاعتنا يعني بدات تطلع كده زرع يا شباب زي ما انتم شايفين، فممكن دلوقتي ان انا اخد الزرع ده زي ما انتم شايفين كده واستفيد منه. يعني ممكن اكله برده، ممكن ازرعه. ويا شباب دلوقتي برده الحاجه اللي احنا كنا راجعين عشانها ان احنا نعمل تورش، يعني زي ما انتم شايفين. يعني ما كناش عارفين ننور كده تحت، لكن الحمد لله ان احنا دلوقتي معانا فحم فنقدر نعمل تورش يعني. دلوقتي خلينا اخد التورش ده. زي ما انتم شايفين الواحده يعني بتعمل لي 4. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين جمعت 36 واحده من التورش يعني. فخلينا دلوقتي نروح ندور على اكل كده ونملى القلوب بتاعتنا، وبعد ما املى القلوب يا شباب هرجع لكم تاني ونروح الكهف ونستكشف تاني، ونحاول ان احنا بقى نلاقي دايموند المره دي. 2 hours later. تمام دلوقتي يا شباب اكلت والهيلث بتاعي زي ما انتم شايفين بيتملي. دلوقتي يا شباب اعتقد ان احنا جاهزين ننزل الكهف تاني، فخليني دلوقتي اروح وادور يعني على مكان كده حلو ننزل منه الكهف. زي ما انتم شايفين في نزله من هنا، واعتقد النزله دي كويسه عشان ما نقعش يعني. فخليني دلوقتي انزل كده على الكهف ونشوف بقى ممكن نلاقي دايموند ولا لا. تمام دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين هي دي نزله الكهف، وده مكان ما طلعت المره اللي فاتت يعني. لكن يا شباب انا عندي فكره، وزي ما انتم شايفين طلع لي زومبي. يعني قبل ما اقول الفكره كده خلينا نقتل الزومبي ده عشان نتصرف معاك كده وبعدين نشوف الفكره يعني مش عارف الزومبي ليه بيحبوني للدرجه دي، وبيتحرق طبعا عشان هو طلع بالنهار، فاحسن يعني خليك كده تتحرق عشان تتعلم تطلع عليا تاني. طبعا يا شباب المكان ضلمه جدا زي ما انتم شايفين. خلينا دلوقتي نحط تورش بقى، احنا معانا تورش كتير فخلينا ننور المكان. والله يا شباب بلاقي فحم يعني ونحاس وكده وايرون كمان، لكن مش ملاقي دايموند خالص عشان زي ما انتم عارفين الدايموند يعني نادر جدا. وعمال ادور بقالي كتير يعني مش لاقي دايموند خالص يعني. فمش عارف يا شباب لو كان لازم نحفر، يعني اعتقد ان احنا لازم نحفر عشان نلاقي دايموند. فخليني دلوقتي اجرب احفر واشوف ايه اللي هيحصل يعني. تمام دلوقتي يا شباب وانا بحفر لقيت نحاس، يعني اعتقد ان انا لما احفر كمان ممكن تصدف كده معايا ممكن يعني والاقي دايموند. طبعا انا عمال احفر يعني وكلها حاجات يعني ملهاش لازمه، ستون ونحاس وحاجات ملهاش لازمه. فدلوقتي خليني برضو اكمل، مش عايز ايأس يعني وعايز اكمل حفر واشوف ايه اللي هيحصل. والله يا شباب زي ما انتم شايفين حفرت كتير جدا، وبصراحة مش عارف انا وصلت لقاع الارض ولا ايه، بس ما علينا خلينا نكمل كده حفر ونشوف ايه اللي هيحصل. والله يا شباب لقيت مكان يعني مليان فحم يا شباب، فاعتقد ده مؤشر ان ممكن نلاقي دايموند برضو. فخليني دلوقتي اكمل حفر ونشوف هنعمل ايه. والله يا شباب جمعت فحم كتير جدا، عمال اكسر فحم زي ما انتم شايفين كده، وعمال اجمع فحم يعني. ثانية واحدة يا شباب وانا بحفر لقيت نفسي طلعت على مكان، لكن تقريبا كده سامع صوت الكابوس بتاعي واللي هو السكيلتون يعني. فخلينا دلوقتي نشوف هو سكيلتون فعلا ولا لا. سكيلتون ولا ايه مش عارف بصراحة، لكن الجو هادي وطلعت من هنا. مش عارف بصراحه انا بدات منين، لكن المفروض ان انا قريب يعني من المكان اللي انا بدات منه، مش عارف بصراحه. لكن يا شباب انا سامع صوت سكيلتون وتقريبا انتوا سامعينه كمان. لكن والله يا شباب بقالي ساعات بدور يعني ومش لاقي اي دايموند خالص، يعني ما لقيتش حتى واحده. ممكن يا شباب ان انا اقفل على نفسي كده وابدا حفر يا شباب الناحيه التانية، يعني اسيبني من السكيلتون دلوقتي وابدا احفر الناحيه التانية ونشوف. تمام دلوقتي يا شباب وانا بحفر لقيت نفسي طلعت في مكان تاني واللي هو هنا. فخلينا دلوقتي ننور كده ونشوف اللي قدامنا. يا شباب بقالي ساعات بحفر يعني وما لقيتش ولا واحده دايموند لغايه دلوقتي، والبيكاكس قرب يتكسر وبرده ما لقيتش دايموند. يعني زي ما انتم شايفين لقيت كده ايرون وانا ماشي، بس برده ما فيش دايموند خالص يعني. 2 hours later. والله يا شباب زي ما انتم شايفين لقيت مكان هنا وفيه لافا كتير وحاجات، لكن المشكله يا شباب في زومبي جاي عليا زي ما انتم شايفين كده، فخليني دلوقتي اقتله. والله يا شباب مش زومبي بس يعني ده في وحوش كتير جدا جايه عليا. خليني دلوقتي احاول اضربهم كده واقتلهم يعني. والله يا شباب شكلي كده هجري يعني اللي مش عارف اقتلهم بصراحه. خليني دلوقتي اجري. والله يا شباب طلعت منهم بصعوبه جدا يعني، ولقيت نفسي طالع هنا كده، يعني ازاي ما حدش يسالني، بس ما علينا. يا شباب زي ما انتم شايفين الليل جه عليا، وزي ما انتم شايفين الدنيا مليانه وحوش، يعني في زومبي وسكيلتون وحاجات كتير جدا، والبيت بتاعي هناك زي ما انتم شايفين. فدلوقتي خلينا نجري بقى قبل ما الزومبي كده يجري ورانا،
ونشوف هنقدر نرجع البيت ده يعني بسلام اصلا ولا لا، لاني حاولت كده اكل وبتاع بس ما مش معايا اكل كتير، فمعرفتش يعني اظبط الهيلث بتاعي. فدلوقتي خلينا نروح يعني ننام، وبعد كده الصبح يعني يبقى يحلها ربنا. دلوقتي يا شباب رجعت البيت، وزي ما انتم شايفين ورايا زومبي يعني، خلينا نقتله كده عشان ما يرخمش عليا. فخلينا دلوقتي نقتله زي ما انتم شايفين كده، وفي جايب صاحبه وراه يعني، ما علينا. خلينا دلوقتي نجري على البيت عشان يعني مش ناقص كده، وقافل الباب عليا كده زي ما انتم شايفين، ولما انام بقى واصحى يعني نبقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا شباب صحيت، وزي ما انتم شايفين كده لو فتحنا الباب هنلاقي الزومبي يعني زي العبيد كده بيتحرقوا عشان طلعوا في الشمس. فخلينا نقفل الباب كده وخليهم يتحرقوا يا شباب بره لغايه لما نخلص. يعني زي ما انتم شايفين ما بقاش فيه زومبي خالص يعني، كلهم اختفوا. لكن يا شباب قعدنا لساعات كتيره جدا ندور يعني على الدايموند وما لقيناش، فمش عارف بصراحه ممكن الاقيه فين. يعني ممكن مثلا في الحلقه الجايه ننزل كهف تاني غير اللي احنا نزلناه، وبعدين ندور على دايموند برضه يعني. خلينا يا شباب ناخد القمح اللي طلع ده هنا، وزي ما انتم شايفين كده بقى معانا 3 من القمح يعني، فممكن دلوقتي نعمل خبز بيه وناكله. يعني دلوقتي خلينا نشوف هنعمل الخبز ازاي. يعني ممكن نجيب القمح كده يا شباب ونحط ال3 دول فوق كده ويطلع لنا خبز زي ما انتم شايفين. فممكن ناخد الخبز بقى وناكله براحتنا عشان يعني نظبط الاكل بتاعنا. طبعا هو مش بيزود كتير يعني، احنا كنا محتاجين قمح كتير جدا عشان نعمل يعني خبز كتير، لكن مش مشكله برضو، احنا عرفنا برضو مصدر تاني للاكل اللي هو المزرعه بتاعتنا، وممكن بعد كده يا شباب نطورها ونكبرها ونخليها احسن يعني. فقبل ما نختم الحلقه يا شباب، انا مش عاجبني شكل البيت كده من بره، فهحاول اظبط الارضيه كده واظبطه من بره شويه، وبعدين ارجع لكم تاني هوريكم النتيجه يعني في الاخر بعد ما اخلص. هاخد يا شباب الاكس بتاعي واجمع شويه خشب، وبعد كده ارجع تاني نعمل البيت يعني، وبعد كده نختم الحلقه ان شاء الله. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين جمعت خشب كتير، فدلوقتي خلينا نظبط بقى الارضيه بره البيت كده واظبط الدنيا هنا، يعني اخلي البيت شكله احسن شويه. دلوقتي يا شباب خلصت زي ما انتم شايفين، وكده بقى شكل البيت النهائي يعني. عملت حاجات كتير جدا، عملت يا شباب البوابه دي يعني بقى في بوابه للبيت بره غير البوابه التانيه اللي جوه يعني، غير الباب نفسه. ولما ندخل هنا كده نلاقي تحتنا يعني خشب بدل الديرت اللي كان موجود، وحطيت كمان يعني هنا كده احجار لونها اسود حوالين الباب حوالين البيت يعني، بقى شكلها احسن يعني. وخليت هنا الارضيه كمان خشب، وحطيت سور يا شباب حوطت بيه البيت عشان يحمينا من اي حاجه يعني. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل سبسكرايب. وكان معاكم يوسف، وايه مع السلامه.